بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آه النهاردة في الفيديو ده إن شاء الله هنشوف وقت الأذكار. هياخد قد إيه وقت منك لو قلتها بشكل عادي، بسرعة عادية، لا بشكل سريع ولا بشكل بطيء. يعني لو قلتها بتدبر هنشوف هتاخد مننا قد إيه. يعني دلوقتي ده وقت أذكار المساء، الساعة دلوقتي تقريبا 6 إلا تلت، يعني فاضل حوالي ساعة أو أقل من ساعة على أذان المغرب إن شاء الله. هنقرأ الأذكار دلوقتي من على الكمبيوتر، من على البي سي. يعني دلوقتي دي أذكار المساء عبارة عن 24 ذكر بعدد مراتها المختلفة. هقرأها دلوقتي إن شاء الله وهنشوف هتاخد وقت قد إيه. بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، كنا بادئين تقريبا الساعة 6 إلا تلت، 6 أو 6:41 بالظبط. الساعة دلوقتي 6:51، يعني 10 دقايق. يعني حتى بالدقيقة اللي أنا اتكلمتها حوالي 9 دقايق بالظبط تقول الأذكار كاملة. في ناس كتير ما بتبقاش مهتمة قوي بحتة الأذكار، وأنا كنت كده زمان صراحة، ما كنتش بهتم خالص بالأذكار، وكنت فاكر كده لما بمسك اللي هي المطوية دي بتاعت الأذكار الصغيرة خالص، وبشوف كمية الأذكار والعدد، بحس إن هم هياخدوا وقت كبير جدا. يعني بحس إن لأ، التنانين المتدينين هم اللي هيقرأوا الأذكار دي. بس الحقيقة إن الموضوع زي ما انت شفتوا ما بياخدش 9 دقايق بالظبط. دي أول حاجة. تاني حاجة، هتعرف قيمة الأذكار إمتى وهتبدأ تحافظ عليها إمتى؟ لما تدرك القيمة بتاعتها، لما تدرك الأجر بتاعها. يعني لما تقرأ مثلا ذكر معين فتعرف إن ربنا بيغفر لك بالذكر ده ذنوبك كلها ولو كانت مثل زبد البحر. تقرأ مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. تعرف مثلا إن الذكر ده لو قلته 100 مرة الصبح لا يمسك شيطان قط. تكون كده في ذمة ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش أي شيطان يقدر يقرب لك. والأذكار دي مجربة، يعني تمام، يعني ناس كتير مجرباها قبل كده. هي بمثابة حصن منيع يعني. فما تهملش أذكارك. أنا كمان بحاول والله إن أنا ما أهملش أذكاري، وبتيجي عليا فترات ما بقرأهاش خالص، وبأجد أثر ده في قلبي. يعني بأجد عدم الاطمئنان، بجد القلق، بجد الوساوس، الأفكار السلبية، كل دي. ف9 دقايق قادرين إن هم فعلا يصنعوا يومك، قادرين إن هم يطمنوك، قادرين إن هم يذكروك بالله سبحانه وتعالى. لأن دي مشكلة، فكرة إن أنت أصلا دماغك بعيدة عن ذكر الله، مش فاكر ربنا. دي مشكلة كبيرة جدا، لأن أنت فعلا المفروض تبقى فاكره.
المفروض تبقى فاكره في يومك كله. سيبك من الامور الدنيويه والشغل والجامعه والدراسه والحياه والجيم والرياضه وكل الحاجات دي، بس في حاجه، في غايه اهم من كده. في غايه كل الغايات التانية دي بنعملها، او كل الوسائل التانية بنعملها عشان الغايه الكبرى اللي هي ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. ان هي دايما نكون بنفكر في ربنا سبحانه وتعالى، ما ننساهوش، لان ربنا سبحانه وتعالى احنا لما بننساه هو كمان بينسانا. نسوا الله فانساهم انفسهم. بس دي كانت تذكره بسيطه، اتمنى ان انتوا تستفيدوا منها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.